واحد الباحث فرنسي خرج وقالها بالحرف: الجزائر ما عمرها كانت دولة موحدة، والنظام ديالها كيعيش على العداوة مع فرنسا وسط الأزمة الجديدة بين فرنسا والجزائر. المؤرخ الفرنسي برنار لوغان خرج بتصريحات قوية في حوار مثير، وقال أن أصل المشكل ماشي جديد بل راجع لعشرات السنين. لوغان اللي كان قرا في مدارس عسكرية كبار بحال سانسير صدر كتاب جديد سميتو تاريخ الجزائر المتعددة، واللي طلعت عليه أنا شخصيا. فيه كيكشف أن الجزائر ما كانش كيان موحد تاريخيا، وأن النظام الحالي كيستغل هذه السردية ديال الاستعمار والمقاومة باش يبرر الوجود ويشغل الشعب بعداوة مستمرة مع فرنسا وكذلك مع المغرب. كيفاش؟ لوغان كيقول أنه منذ 1962 الجزائر في حالة حرب باردة مع فرنسا، وحتى في نشيدهم الوطني كاينه عبارات عدوانية ضد باريس. وزاد وقال أن الجزائر صدمات من الاعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء، وهذا الشيء اللي زاد في التوتر. من وجهة النظر ديال لوغان الجزائر كانت دائما كتستغل العلاقة مع فرنسا باش تفرض المطالب ديالها، لكن اليوم فرنسا ولات بغات تعيد ضبط العلاقة بقواعد جديدة، والنظام الجزائري ما عجبوش الحال. الخلاصة، المشكل بين الجزائر وفرنسا ماشي غير دبلوماسي بل هو تاريخي ايديولوجي، كل طرف باغي يفرض الروايه ديالو. فرنسا اليوم كتقلب على علاقات ناضجه، والنظام الجزائري باقي مشدود للماضي. شنو رايكم في هذه التصريحات؟ واش فعلا الجزائر كتستغل العداوه مع فرنسا لاسباب داخليه؟ خليو الراي ديالكم وحط راسك للنقاش في الكومنتيرات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكنصحكم انكم تطالعوا على هذاك الكتاب ديال برنار لوغان. السلام عليكم.